خبر ابيض، الموضوع في ان. يعني ايه الموضوع في ان؟ اسمعوني كده للاخر علشان تعرفوا يعني ايه الموضوع في ان وايه هي الحكاية. كان في مدينة حلب امير ذكي وفتن وشجاع. الامير ده كان اسمه علي ابن منقذ، كان تابع للملك محمود ابن مرداس. حصل خلاف بين الملك والامير. الامير بفطنته وذكائه فهم ان الملك ناوي يقتله، خد بعضه وهرب من حلب راح دمشق. الملك لما عرف انه هو هرب من حلب لدمشق قال للكاتب بتاعه اكتب لي رسالة للامير طمنه فيها وقال له يرجع واستدعيه علشان يجي حلب تاني، انا مسامحه. طبعا عايزة اقول لكم ان زمان كانت الملوك بتختار الكاتب بتاعها يكون راجل ذكي وفتن وعنده حسن البديهة كده بسرعة علشان يقدر يصيغ الرسائل اللي بتتبعت من ملك لملك. يعني لازم يكون الكاتب ده متنقي على الفرازة، بيعرف ازاي يصيغ الجمل وازاي يكتب الكلام اللي يليق من ملك لملك. كان ساعات كمان لما الملك بيموت كان الكاتب ده بيمسك الملك مكانه لحد ما يجي ملك جديد. تمام كده؟ تمام كده. تعالوا نكمل الموضوع بتاعنا. طبعا الكاتب ده بفطنته وذكائه فهم ان الملك ناوي على الغدر بالامير، ففكر يبعت للامير الرسالة يقول فيها ايه. فكتب للامير رسالة عادية جدا، لكن كتب في نهاية الرسالة ان شاء الله تعالى بتشديد النون، شدد النون اللي هي إنا. لما الأمير وصلته الرسالة وقراها وقف وتعجب، ايه ده ازاي الكاتب يكون بالذكاء ده وبالفتنة دي ويكتب ان شاء الله بتشديد النون؟ ده كلمة ان شاء الله ما فيهاش التشديد ده خالص. طيب ليه بقى؟ طبعا بذكاء الامير، لانه طبعا احنا قلنا في البداية خالص ان الملك كان مختار الامير ده لشدة ذكائه. فضل الامير يفكر ووصل بمهارته للموضوع، فهم على طول ان الكاتب عايز يحذره من حاجة، لان تشديد النون امر مش سهل انه يعدي على كاتب الملك. وقف يفكر شوية كده، لكن لما فهم قال بس ده في تحذير من الملك. راح الامير فكر انه ممكن يكون الكاتب يقصد بيه ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، الآية القرآنية الكريمة. بس هو ده، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. راح الأمير بعت رسالة رد بيها على الرسالة برسالة عادية جدا بيشكر فيها الملك لأفضاله وبيطمنه على ثقته الشديدة بيه، وختم الرسالة بتاعته بعبارة إن الخادم المقر بالأنعام بتشديد النون في إن. طبعا الصح إن ما فيهاش الشدة، لكن الكاتب لما قراها للملك فطن وعرف وفهم إن الأمير بيبلغه إن هو انتبه للتحذير اللي موجود في الرسالة الأولى، وإنه هو بيرد عليه بقول الله تعالى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. صدق الله العظيم. طبعا اطمن الأمير ابن منقذ إنه هو مش هيعود لحلب أبدا طول ما فيها الملك الغادر. من وقتها وجيل بعد جيل بعد جيل بدأ يقول لما يكون الموضوع فيه نوع من الشك وسوء النية أو فيه شيء من الغموض، الموضوع فيه إن. عرفنا يعني إيه الموضوع فيه إن؟
دي حكاية الموضوع في إن.